أذكر لك رواية هواية جميلة. نعم. هواية جميلة، اسمعوها شباب، في ليل لطيف وقعدة اسمعوها. موسى كان يكلم الله، لذلك يسمى كليم الله، الله يكلمه. في اليوم قال له، راح موسى إلى ميقات ربه، راح يعبد الله. فرب العالمين قال له يا موسى إذا جئتني، اسمعوا جيدا رجاء اسمعوا، هواية جميلة هاي في الصميم. إذا جئتني فأتي، اسمعوا جيدا، فأتي بخلق هو أدون منك، جيب لي فالشيء اللي أنت أحسن منه، اللي أنت أحسن منه، يعني جيب لي واحد هو أقل منك أدون منك. يقول الحديث الشريف أنه إحنا موسى راح افتار المن يجيب، من يأتي، شاف واحد من بني إسرائيل قال يمكن هذا قلبه أطيب من قلبي وكذا، أنا شو أخذه أقول يا ربي أنا أحسن من عنده. راح مدري شنو منا شاف طفل قال هذا الطفل ما مكلف شرعا، هذا قد يكون أنزه مني، أنا مكلف. على أي حال حدث نفسه موسى على أنه ما لقى أحد. نعم. في طريقه إلى الله، يعني في طريقه إلى ميقات ربه. فشاف فرد كلب، عفوا اللفظة جبتها بعمدا. نعم. رأى كلبا أجربا، رأى كلبا أجربا، أجرب نعم، يعني الدود وكذا ووسخ وتعبان وشي وضعه مدري شلون. قال خو أنا بعد أحسن من هالكلب، هذا كلب نجس وكذا، فأنا أشرف منه. فكان في باله أن يأخذ الكلب، أن يقول يا رب أني أفضل من هذا. بعدين موسى قال أنا أخذ الكلب، بس هذا الكلب على أي حال كلب لا مكلف بتكليف، لا عنده مسؤولية، لا عنده واجبات وكذا والله يحاسب عليها، كلب غير مكلف. هسه أنا مكلف برسالة، يمكن مقصر يمكن ما مقصر، هسه أنا شو مرضني آخذ وياي الكلب؟ فتركه. طيب. وذهب إلى ميقات ربه. تسمعون شباب؟ ذهب إلى ميقات ربه، فقال الله له يا موسى ألم تأتي بأحد دونك؟ ما شفت واحد جبته؟ قال يا رب لم أرى أحدا دوني، أنا أشوف نفسي أدون المخلوقات. الله. أنا أشوف نفسي أقل المخلوقات. وهذا موسى كليم الله. وهذا موسى. فرب العالمين قال له وعزتي وجلالي لو أتيت بذلك الكلب الأجرب لمحوت اسمك من ديوان النبوة. الله. ذاك الكلب لو جايبه مسحت اسمك، أنت مو أهل أن تكون نبيا. شوفوا درس عظيم، أنه يا إخوان دائما حسس نفسك أنت مو أفضل من غيرك، أنت مو أفضل من غيرك. شنو اللي يخليني أكون أفضل من غيرك؟ صدق يعني الآن جناب الأخ الأستاذ الأخ بدر الله يحفظه والأصدقاء سيد علي غيركم لي، منو قال أنا أفضل منكم؟ منو؟ شنو اللي أفضل؟ يمكن يكون قلبكم أطهر، يمكن يكون معاصيكم أقل وأنا معاصي أكثر، يمكن يكون ما أدري منزل، ما أدري، ما أعرف، والله ما أعرف.